دايما بتشتكوا ان العيش معاكم ما بينجحش وما بيقبش كده وما بتعرفوش تعملوه وبتستصعبوا قوي موضوع العجين. تعالوا اقول لكم بقى على طريقه حلوه قوي لاحلى عيش ممكن تعملوه في الدنيا. اولا سهل قوي، ثانيا مش بنلاقيه غير في رمضان، فعشان كده انا اتعلمته عشان اعمله طول السنه. اول حاجه هنحط 4 كوبايات من الدقيق، والدقيق ده لازم يكون لجميع الاستخدامات، يعني دقيق قوي. وبعدين هحط عليهم نص معلقه من الملح الصغيره، واقلب كويس قوي الملح مع الدقيق قبل ما احط معلقه خميره ومعلقه سكر. ولازم الخميرة يا جماعة تكونوا متأكدين إن هي شغالة كويس، وإلا تعملوا لها تيست الخميرة قبل ما تحطوها على العجين. بعد كده هقلب كويس قوي مع بعضه، وبعد كده بقى هحط معلقتين زيت أي نوع بس يكون طعمه يعني مش قوي. ليه؟ عشان احنا هنحط معلقة القشطة اللي هتخلي طعمه تحفة. طبعا هم بره ما بيحطوش القشطة والحاجات دي، أنا بس بطعمه، ودي قشطة من على وش اللبن. وبعدين هي يعني مش اختياري، يعني لو مش موجودة مفيش مشكلة، بس بتخلي طعمه ريتش أكتر. ودلوقتي بقى هبس العجين زي امهاتنا زمان كده، اما كانوا يجي يعملوا اي شويه عجين لازم يبسوه، يعني يغلفوا كل حبيباته بالماده الدهنيه. وهنا بقى هحط كوبايه ميه فتره فتره يا جماعه، مش سخنه عشان ما تموتش الخميره. وهفضل اعجن كده بقى لحد ما احس ان العجينه بقت في ايدي لينه بس ما بتلزقش. طبعا احنا عارفين ان الدقيق بيختلف نوع من النوع التاني، يعني ممكن ياخد منكم مثلا كوبايه وربع ميه او كوبايه لمعلقه ميه، يعني تحطوا الميه شويه بشويه لحد ما توصلوا للقوام ده. وتفضلوا تعجنوا بقى مش أقل من 10 دقايق لحد يعني ما يبقى ليها كده عرق، وتشغلوا جلوتين كويس جدا. وبعد كده تحطوها بقى في أي بولة وتغطوها وتسيبوها تخمر بحوالي مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع، لحد ما يوصل قوامها كده وتتضاعف. شايفين الحركة دي؟ الله على الجمال، تحسوا ان هي بقى عامله زي الملبن في ايديكوا. انا هنا كورتها وقطعتها ل4 رغيف عشان انا عايزه اعمل الرغيف العملاق اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. الرغيف دوت كبير كده وحاجه تملى العين. دايما بلاقيهم بصراحه في المخابز الكبيره بيعملوا الحجم الكبير، لكن انتوا لو عايزين حجم اصغر من كده طبعا براحتكم خالص، قطعوه حسب الحجم. وبعد كده بقى افردوه بالحجم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، يعني حوالي اقل كده من نص سنتي. وبعد كده بقى انا حبيت يعني اجود، فحطيت بقى حبة البركة، سمسم، اي حاجة من الاتنين موجود، الاتنين موجودين مفيش مشكلة. بس اهم حاجة بقى التركاية اللي انتوا شايفينها دي، بعد ما ترشوا حبة البركة والسمسم لازم تمشوا عليها بالنشابة كده عشان تلزق في الرغيف. وافضلوا بقى كرروا الموضوع ده في كل رغيف بتفردوه. وعايزين برضو تصغروا عن كده الحجم، انا بصراحة المرة الجاية هصغره عن كده شوية. مهم بقى خلصت ال4 ترغيفة، ولازم احطهم على صينية كده مفرودة من تحت فوطة ومن فوقيه فوطة، عشان انا عايزاه يختمر لتاني مرة. هيقعد قد ايه؟ تلت ساعة، ربع ساعة، حتى انا بوريهولكوا اهو، شايفين اختمر ازاي. وتعالوا بقى لآخر سر عندنا من أسرار نجاح العيش. الصينية دي لازم أكون حطاها في الفرن تسخن مثلا حوالي 5 دقايق ولا حاجة، عشان أول ما أحط العيش يبدأ يستوي من تحت. تاني حاجة الفرن بتاعكم يكون شغال على أعلى درجة عشان العيش ما يقعدش كتير، 5 دقايق بالكتير قوي ويكون استوى. شايفين الجمال؟ مش قادرة أقول لكم ريحته حلوة قد إيه وطعمه حلو قد إيه. وهنا كمان وريته لكم بعد ما برد شوية، ده وهو لسه سخن كان تحفة. ونسيت أقول لكم الفرن يبقى شغال من تحت ومن فوق مع بعض. يلا بقى اعملوا احلى عيش في الدنيا، صدقوني مش هتندموا ابدا. وبعدين مره على مره هيطلع معاكم احلى من كده كمان، والف هنا.